دخل رجل على زوجته فسألها: هل صلى الأولاد أم لا؟ قالت: لم يكن عندي طعام وعللتهم حتى ناموا ولم يصلوا. فقال: أيقظيهم لكي يصلوا. قالت: يا أبا جاد، إذا أيقظتهم سيبكون من الجوع ولا يوجد طعام. قال: يا امرأة، إن الله أمرني بأن آمرهم بالصلاة ورزقهم ليس علي. يقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أيقظتهم الأم، ولما فرغوا من الصلاة إذا بالباب يقرع، وإذا بأحد الأغنياء يحمل مائدة عليها ما لذ من أصناف الطعام. فقال: خذ هذا لأهل بيتك. قال: ما شأنك؟ قال: جاءني أحد الأشراف فتخاصمت معه وخرج قبل أن يأكل الطعام، فحملته وقلت سأعطيه لمن تقف عنده قدماي، ووالله ما وقفت إلا عند بابك. عندها رفع الأب كفيه وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.